بصوا شايفين المحشي معانا عامل ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده. ايه رأيكم بقى؟ بصوا يا جماعة، عملنا شوية ملوخية، طبعا المحشي بتاعنا، وعملنا طبعا ايه، أجنحة. ايه رأيكم بقى في المحشي بتاعنا؟ تعالوا بقى اتفضلوا معانا. لو عجبكم المحشي بتاع ام هاجر اوعوا تنسوني باللايك في القناة. يا صباح الخير يا صباح العسل. بصوا بقى، احنا النهارده صحينا من النوم لقينا الجو ساقع، قلنا نعمل ايه؟ نزلت جبت الكرنبايه الحلوه دي اللي انتوا شايفينها. طبعا اللي ما بيعرفش يعمل كرنب ما يعرفش يعني ايه مكونات الكرنب. الكرنب هو بس ايه، اربع بس ايه مكونات: قوطه، بصل، الكرنبايه طبعا، والخضره. بصوا بقى، انا جبت ايه، القوطه الحمراء الفريش الجميله دي، دمت 2 كيلو قوطه على الكرنبايه الكبيره دي. تمام. اللي بيحب يكتر القوطه يكتر القوطه، بس احنا بنحب القوطه كتيره في المحشي. طبعا كيلو ونص بصل مع الخضره الجميله دي، كزبره وشبت وبقدونس، خضره طبعا فريش زي ما انت شايفه. هو ده مكون الكرنب: القوطه، البصل، الخضره. بصي، حله ميه كده بتغلي، تمام. اول ما سيبها تغلي معاكي وتقومي نازله بشويه ملح. اول ما تغلي هتنزلي فيها الكرنبايه بتاعتك. بصوا بقى، نقطع الكرنبايه بتاعتنا. هنعملها ازاي؟ هنعمل كده: تقطعي راس الكرنبايه الاول، بس هي عشان ايه، السكينه معايا بارده هتضايقني شويه عما تقطع. وقطعنا راس الكرنبايه زي ما انت شايفه كده. شيلي كده اللي حوالين منها ده كده زي ما انت شايفه. وهنقوم عاملين ايه، اعملي الكرنبايه كده، تقومي عامله كده. بصي، غزاها كده زي ما بيقولوا. عايزه اقول لكم ان انا عندي برد جامد جدا، وقلت لا عشان العيال تاكل وتتبسط هصحى كده من نومي وانزل اجيب لهم كرنبايه اعملها لهم. العيال ما ذنبهاش حاجه اني تعبانه يعني. بصوا، قطعنا الكرنبايه اهي كده. احنا قطعنا الكرنبايه بتاعتنا كده جاهزه ان احنا نعملها. خلاص كده جهزت الكرنبايه بتاعتنا الجميله اهي زي ما انت شايفه كده. يا جماله يا جماله. ايه رايكم بقى؟ تعالوا بقى نسلقها يلا. معايا الميه بتغلي خلاص اهي. انزل بقى بالكرنبايه بتاعتي يا لهوي كده. اعملي الكرنبايه بتاعتك كده. احنا بس ايه، عايزين نفكها من بعضها ونشيل الورق نخفه، وبعد كده نسلقه براحتنا. تقومي عامله كده ماشي، لان الكرنبايه ما شاء الله كبيره، فكبيره على الحله. فانا بس ايه، عشان انا مطلعش الورق غصب عنه، فانا ايه، هطلعه واحده واحده. اول ما هيشم ريحه الميه هيطلع كده بكل سهوله. بصي، بكل سهوله هيطلع معاكي. وبعد ما نفك الورق من بعضه، فاهماني، نسلقها بقى براحتنا. بس اهم حاجه نطلع الورق من غير ما يتقطع معانا زي ما انت شايفه كده يا قلبي. بصي، انا خفيت الورق خالص وسبتها بقى تتسلق براحتها زي ما انت شايفه. بصي زغرت ازاي. انا طلعت الكميه بتاعتي اهيت، وبعد كده هسلقها تاني. بس الكرنبايه لما تبقى الورق ماسك في بعضه مش عارفه تطلعيه، بتطلعيه بالطريقه دي، بعد كده تكملي السلق بتاعه. بصي بقى، احنا بنسلق الكرنبايه بتاعنا، ودي الكميه اللي احنا طلعناها ماشي. اول ما تحسي ان هو طري تقومي مطلعه على طول من الميه. بصي بقى يا قمر، انا قشرت البصل اهوت. على ما الكرنب بتاعك يتسلق تقومي انت برضو
عامله ايه البصلايه مجهزاها، مش تستني على ما تسلقي الكرنب، لا اعملي البصل برضو على طول كده وانت بتسلقي عشان تخلصي وتنجزي في يومك. تمام. انا على فكره عندي الكبه، بس الكبه بتطلع البصلايه ناعمه، فانا مش حابه البصلايه تبقى ناعمه قوي ومعجنه في الزيت، تبقى البصلايه كده حلوه وانت مخرطاها بالسكينه. انما انا عندي الكبه ممكن اعملها بالكبه، بس طبعا السكينه بتبقى احسن من الكبه صراحه في البصله بتاعت المحشي بالذات. بصوا احنا كده سلقنا الكرنب بتاعنا، والحله نفس الحله اللي سلقت فيها اللي هقلي فيها البصلايه، هنزل بالزيت بقى بتاعي. تمام كده. بصوا هسيب الزيت يسخن بس شويه. تمام. يعني خلي الزيت بس يسخن معاكي عشان لو في ريحه في الزيت تطلع مع تسخين الزيت. طبعا انا محضره البصل قطعته زي ما قلت لك بالسكينه، بلاش تقطعيه بالكبه عشان ما يطلعش البصلايه معاكي معجنه في الزيت. تمام. لما هتعملي البصلايه في الكبه فتيجي تقلبي البصل هتلاقي البصل عجن معاكي، فاهماني؟ هيبقى معجن في الزيت. انما بالسكينه هتقطعيه تقطيعه كويسه هتطلع البصلايه معاكي حلوه. وهوريها لك لما اجي ايه احط القوطه. كده الزيت بتاعي خلاص بيسخن. تمام كده. مش هخلي الزيت يقدح، بس هسخنه، بس هطلع منه بس ريحه الزيت عشان لو في ريحه بس مزنخه في الزيت تطلع مع ايه تسخين الزيت، عشان يبقى المحشي بتاعك ايه ريحته حلوه كده وجميل. لو اول مره يشوفني ويتابعني انا بطبخ ام هاجر، احب ان هو يشرفني على قناتي ويدعمني حتى لو بكلمه حلوه او كده. بصوا البصلايه خلاص احمرت اهيت. بصوا بقى بقول لكم بلاش البصل في الكبه ليه. بصي البصلايه مفلفله، لو انت عاملاها في الكبه مش تطلع مفلفله بالطريقه دي كده. احنا عايزين البصلايه ذهبي، وبعد كده هننزل عليها بالقوطه. كده بقى هنسيبها لغايه ما تتسبك وبعد كده نحشي بقى. بصوا قطعنا الكرنب بتاعنا، اوريك هنقطعه ازاي دلوقتي. بصي الكرنبايه بنعملها كده. بصي بنقطع الورقه كده، تقومي عامله كده بالطريقه دي كده. بصي تبقى الورقه معاكي كده طويله كده، تقومي بقى ايه لفه الورق بتاعك وتقومي مقطعه من تحت. تعالوا بقى نبص كده على الصلصه. انا اجيب المعلقه. بس الصلصه جميله ازاي، حمرا وجميله. طبعا لسه ما اتسبكتش، هي لسه بس ايه بتغلي لسه. هنحط ايه بقى هنحط ملح كمون فلفل بس. ولما تتسبك معانا هننزلها. طبعا نكون غاسلين الرز بتاعنا والخضره ونقوم حاطين على طول الخضره والرز على طول. عايزه اقول لكم ريحه الصلصه مسمعه كده. خلاص سبكت معانا القوطه. هننزل بقى ايه بالخضره بتاعتنا الجميله دي. وهتقلبي بقى الخضره كده مع الصلصه. بصي قلبت الخضره اهيت على الصلصه، انزل بقى بالرز بتاعي الجميل ده، واقلب بقى الصلصه بالخضره كده في ايه في الرز. بصي دي الصلصه بقى الخلطه بتاعتنا اهيت، هنحشي بقى على طول. بصي معايا الورقه اهيت. بصي بجيب شويه الرز بتوعي كده كده واقوم عامله كده. بصي
سهله خالص. بصي كمان واحده اهيت، بجيب شويه الرز بتاعي كده واعمل كده، سهل خالص. بصوا انا حشيت الحله اهيت، هنعلق عليها بقى ونسويها. ايه رايكم؟ بصوا بقى احنا هنزود المحشي بتاعنا. زودنا حلتنا، اعمليه كده بقى، هزيه كده خليه يشرب الشوربه كلها، بس كده. وعلقي عليها بقى وبألف هنا وشفا. بصوا بقى احنا خلصنا المحشي، استوى خلاص معانا اهوت. هنغرف بقى يلا. بصوا شايفين المحشي معانا عامل ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده. ايه رأيكم بقى؟